والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الناس الكل، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. جيت بكم للطبيعة كما تشوفوا. هذه الطبيعة اللي عندنا حني لهني النخلة. لهني الفيديو مسجل من شهر سبتمبر، صورته مسهلش ربي باش نعمل له مونتاج، كان تو هاني قاعدة نسجل في صوتي والكل. حصيلوا الفيديو صورته في الغابة عندنا في الواحة، في واحة النخيل. لهني حبيت نوريكم، نعمل بكم دورة في الطبيعة. حصيلوا أبار من غير يعني النخيل نجموا مادام موجود متوفر الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، نجموا نزرع خضروات وما معناتها اللي نحبوه. حصيلوا خليكم مع المشاهد هذه إن شاء الله تعجبكم. ولاني بعد الطبيعة والكل نمشوا للمأكولات الطبيعية أو شبه طبيعية. معناتها لاني حبيت نشارك معاكم مشتريات بعض المشتريات للمأكولات الصحية. عندنا لهني الكسكسي، المقرونة، القمح، الشعير، حصيل ومص، هذوما المواد الأولية متاعهم. وإلا فرينة مصنوعة من الأرز والذرة أو المعيز القطانية معناها. وفما الفرينة فرينة مايس وحدها، وفرينة بالأرز والذرة. وكما شفتوا الملثوث والمقرونة معناها الأرز بالطبيعة من المأكولات الصحية. عندك التوست إن شاء الله، معناتها باش نوريكم مرة باش نعملوه في الدار ديالي. كما تشوفوا التوست معروف هذا للرجيم، استعملوه أكثر، والأكل الصحي بصفة عامة. وهذا ما هم إن شاء الله بالوقت تو كل مرة نعمل وصفة معاكم بالأكل الصحي. وهذا هم مشتريات المنتوجات هذوما. وكهو حبيت نعطيكم فكرة معناها على الاختيارات. النجمو اللي يحب ناوي يعمل يبدل الأكل متاعه، ولا ناوي معناتها يعمل الرجيم الكل، حبيت نعاونكم نعطيكم فكرة. باش نخليكم بعض المشتريات للمطبخ. عندي هذوما مشتريات خذيتهم من باج من الفيسبوك، عجبتني وسوامها معناتها معقولة على الاخر. لهني مش حاجة كبيرة عندي، خذيت منها الحاجتين هذوما الزوز. عندي هذه الترموس هذا متاع ماكلة، الترموس هذا متاع الماكلة، عمل 21 دينار و500 سمتها. عجبني إينوكس كما تشوفوا. الكبر متاعه يرفع لتر و400 ملي، فيه زدتاج هكا من فوق، وفيه كما تشوفوا إينوكس. هو الماتير متاع الغطاء متاع بلاستيك خفيف وبراتيك هكا. عجبني هذا سومة كما تشوفتوا معناتها معقول. كيف هذه معروفة الرحاية هذه ب15,000. هذه اللي تجبد بالخيط كما هكا، وتجبد كما هكا، ترحي كل شيء. حاسيلو شوفوا هي محلاها، سومها ب15,000. تو ان شاء الله نخلي لكم الباج، شوفوا فيها برشا حاجات كما قلت لكم، حتى سومها محلاهم. وخذيت معاهم هذه استعملتها هذا طول اسمه الفناجل هذوما متاع قهوة حليب، ولا حتى قهوة كحلة، متوسطين، لهم كبار ولهم صغار كما تشوفوا. تو باش نشارك معاكم أكلة صحية، يعني كما قلت لكم، يعني إن شاء الله انتظروا مني معناتها وصفات تكون أكثر صحية. حصيلوا لهني باش نعمل طاجين بالخضر، طاجين سلطة مشوية معناتها، وفيه خضر. يعني كما شفتوا عملت الكسكاس بق، ومرات معناتها وريتكم كيفاش نشوي في السلطة المشوية على الكسكاس. وعملت البطاطا كما تشوفوا، واللحم عملت صوص بالدجاج معناها. عملت اللحم معاه فلفل أكحل وكركم وشوي
بالنسبة لي نعمل شوي زعتر قليل معناتها يفوح الدجاج. وكهو هنا كيما تشوفوا البطاطس هي عملتها وقديتها، نحلها القشرة متاعها، عملتها بالقشرة تجيني خير في زعما الطيب، وكي نجي باش معناتها نقطعها تجيني معناتها باهية والكل. حاصل كيما تشوفوا عملتها مكعبات البطاطا والمعدنوس سادة قصيتها جويد. وكهو شديت الدجاج كيف طابلي الصوص والدجاج زاد عملت طروف صغار. وكهو لهني نعمل البطاطا باش نخلطها مع المعدنوس. وكهو لهني زادا كيف سلطة مشوية، معناتها كيما شفتوا الفلفل والطماطم بعد ما شويتهم عملتهم طروف ما رحتهمش، معناتها قصيتهم بالسكينة وخلطتهم زيدهم للخليط. ونكمل بالبقية المكونات كما قلت لكم. الدجاج في الصوص متاعها يبقى بالصوص متاعها كما هكا، ونصبها الكل مع بعضها، ونزيدهم عندي طريف قشطة يعني كريم فريش. إذا كان عندكم أي نوع متاع جبونات بطبيعة الطاجين يقبل أي نوع من جبونات، لهني عندي متوفر عندي وقتها كان الكريم فريش حطيتها معاها بنتها بالباهي حتى هي. وكهو تو نبقى نخلط فيهم، وباش نزيد البيض بحكم عندي خليط محلول شوي مانيش باش نعمل برشا معناتها بيضات. ولاني زدت شوي زيتون كما تشوفوا معناتها قصيدة رفتو. اذا كان عندكم الحاضر يبدا ترونشات يعني عملوه. لهني كهو عملت البيضات باش نعمل أربع بيضات. وكهو هذا هو الطاجين متاعنا. نبقى نحط كما قلت لكم ديما بالكعبة ونحط فيها في البول. هكا كما شفتوا كل حاجة صحية كما شفتها طيبة بطريقة صحية، مكونات الكلها نافعة والكل ننصحكم به وجي راهو بنين. ما نحكي لكمش يعني نعطيكم فكرة عليه. وكهو بعد ما حطيت البيضات الكل باش نخلط الخليط الكل، يكون الفور متاعي بطبيعة قاعد يسخن درجة الحرارة 180 درجة. وكهو بعد ما نخلط نحط في نحط في الطبق بتاع الفرن ونخليه مدة يعني حتىش نحس الأطراف، كي نشوف الأطراف ولو معناتها أحمر نحل عليه من فوق. يعني بالنسبة لي نحل من اللوطة كي نشوف الأطراف من فوق ولو أحمر معناتها نحاول نحل من فوق حتىش اللي تتجمر الطاجين الكل بتاعنا يتجمر من فوق. لاني تبقى زادا دهنت بالزبدة كما تشوفوا. وكهو باش نحط فيه الخليط الكل، تشوفوا كيما هيك راهو جاري والكل، لكن باش يطيب معناتها بالباهي ويجينا بنين بحول الله. يعني تشوفوا محلول شوي. كهو كيما قلت لكم يكون الفور متاعنا سخون درجة حرارة 180 درجة، ونخلوه يكون حكاية 5 دراج كاكا ويطيب معنا الطاجين. كيما قلت لكم إذا كان معناتها عندكم أي نوع من تعجبونات راهو يبنن الطاجين بصفة عامة والكل. إذا كان فما موتزاريلا تنجم تحطها حتى من فوق. لهني باش ناخذ مقدار بيضتين كما تشوفوا، نفوحهم بشوي فلفل أكحل وطريف من ملح ونخلطهم بالباهي كما تشوفوا شوي فلفل أكحل. وكهو نعملهم كوش من فوق الكوش الفوقانية بالكل. يعني كما شفتوا ما نكثروش جست معناتها باش ما تجيناش كالطبقة الفوقانية مسوسة، معناتها تجي شوي معناتها مفوحة بشوي فلفل أكحل وملح كما نعرفوا البيض معناتها مسوس حصيلو. يعني كما قلت لكم نركض بالباهي ونخلطها ونعمل الطبقة الفوقانية الكل بالبيض. هكا هو نكمل كما قلت لكم نحط في الفرن.
وكيما تشوفوا ما شاء الله تحضر معنا، وكيما شوفوا الطبقة الفوقانية كيفاش جت معناتها مجمرة من فوق الكل حتى القو ما شاء الله. هذا هو الطاجين متاعنا، ننصحكم به، حاجة باهية وطيارة معناها وصحية بالطبيعة. احنا نحكو على الأكل الصحي بما أن وكلها خضر، كلها منافع، وكل الكبار للصغار حصيلوا حاجة باهية وبنينة في نفس الوقت. وكهو وصلت بكم لاخر الفيديو. كالعادة متنسوش باش تشجعوني بالاعجاب وتشتركوا في القناة اذا كان مش مشتركين في القناة، وتفعلوا هكا الجرس باش يوصلكم كل ما نهبط جديد فيديو جديد، توصلكم اشعار باني هبطت الفيديو تتفرجوا عليه. ومرحبا بكم في قناتي، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.